راديو دوجما يقدم برنامج يا ترى مين مع طنط نوسة وأحلى بسبوسة، كل يوم سبت وتلات الساعة 9 مساء. فكروا يا حلوين، بطل قصتنا هيكون مين؟ فكروا يا حلوين، بطل قصتنا هيكون مين؟ هتحكي لكم طنط نوسة ومعاها أحلى بسبوسة، في انتظاركم يا رومين. حبايبي الحلوين، أهلا بيكم في برنامجكم يا ترى مين مع طنط نوسة وأحلى بسبوسة. يلا يا بسبوسة نبدأ حلقتنا، يلا بينا. مستعدة جدا. طيب، فاكرة يا بسبوسة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مين؟ ايوه طبعا فاكره. اتكلمنا عن ابونا ادم وازاي كان قاعد مبسوط في الجنه. برافو عليكي، شاطرة خالص زي صحابي بالظبط. عاش آدم في الجنة مبسوط وفرحان، لكن بعد شوية حس إنه زهقان وعايز حد يقعد معاه ويتكلم معاه ويفرح كمان معاه. طب وبعدين؟ لما ربنا لقاه كده قاعد لوحده، استناه لما نام وأخد ضلع من ضلوعه وخلق امرأة. عارفة يعني إيه امرأة؟ ايوه يعني واحده ست. مظبوط، خلقها ربنا عشان هي وآدم يعيشوا سوا في الجنة ويفرحوا سوا ويخلفوا ويملوا الجنة ولاد وبنات حلوين كده زيك وزي صحابنا يا بسبوسة، ويزرعوا وياكلوا من اللي زرعوه، تفاح وموز وفراولة وحاجات كتيرة حلوة، ومانجا عشان انا بحب المانجا قوي، ومانجا وجوافة وكل الحاجات الحلوة. وعاشوا في سعادة وفرح، وكانوا بيسمعوا صوت ربنا في الجنة فيفرحوا قوي. أحلى حاجة لما الواحد يكون عايش مع ربنا، علشان كده كانت جنة. لكن حصلت مشكلة. ايه يا طنط نوسة؟ مش هينفع أقولك النهاردة يا بسبوسة، لأن حلقتنا خلاص قربت تخلص. طب بس قوليلي بسرعه على طول كده ايه اللي حصل. مش هينفع، الحلقة الجاية. الحلقه دي على فكره قصيره قوي. معلش، الحلقة الجاية هتبقى طويلة وهنتقابل مع أصحابي ونشوف ايه اللي حصل. ودلوقتي بقى كنا هننسى بقى إجابة السؤال. عرفتي بقى احنا بنتكلم عن مين؟ ايوه طبعا عرفت، وأكيد صحابي كمان عرفوا. طب قولي، بنتكلم عن مين؟ عن امنا حواء. صح جدا. طب قوليلي بقى نتعلم ايه من قصة النهاردة؟ نتعلم اننا مع ربنا نكون مبسوطين ونكون فرحانين، وان ربنا بيحبنا قوي وبيجيب لنا كل الحاجات الحلوة، ولما بيلاقينا زعلانين او قاعدين لوحدنا بيجيب لنا اصحاب يلعبوا معانا. صح جدا، انت شاطرة قوي قوي يا بسبوسة زي صحابي بالظبط. طول ما احنا مع ربنا بنصلي وبنروح الكنيسة وبنحب كل اللي حوالينا، اكيد ربنا هيكون معانا وهيفرحنا. طيب تيجي بقى نحفظ آية النهاردة؟ يلا بينا. آية النهاردة قالها أبونا آدم عن أمنا حواء. عارفة قال إيه؟ قال ايه؟ فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. تكوين 2:23. يلا قولي كده. فقال ادم: هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحمي. تكوين 2:23. برافو عليك. يلا كلنا نقول مع بعض: فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. تكوين 2:23. يلا بقى نقول لأصحابنا باي باي. باي باي.